الشيخ محمد رفعت لما قرأ في الإذاعة عمل ضجيج رهيب، لدرجة إن في يوم من الأيام إمام المسجد الأقصى كان بيسمع الشيخ محمد رفعت، وكان بينزل مصر مخصوص عشان يسمعه. عدى الأسبوع الأول، وعدى الأسبوع التاني، وعدى الأسبوع التالت، والشيخ محمد رفعت مش موجود. فزعلت الناس جدا في الشوارع وفي القهاوي وفي كل حتة. فيقوم اللي يحصل، يقوم الملك عبد العزيز مكلم الملك فاروق يقول له: ايه يا عم، فين الشيخ بتاعكم؟ ما عادش بيقرأ ليه؟ ده انا بسمعه بنفسي. طلع قرار من وزير الاعلام بايقاف الشيخ محمد رفعت عن الاذاعة المصرية. ده الراجل ده انا بستناه من الاسبوع للاسبوع، بحس ان انا بتغسل من جوه لما بسمعه. ففي ثانية الا ثانية الملك فاروق يكلم وزير الاعلام يقول له: رجع الشيخ محمد رفعت بسرعة عشان خاطر ما نزعلش الملوك اللي حوالينا. وبالفعل وزير الاعلام يكلم الشيخ محمد رفعت يقول له: انت فين يا مولانا؟ الناس كلها عايزاك، تعالى بسرعة. وبالفعل الشيخ محمد رفعت يرجع ويزلزل الدنيا. الناس كلها كانت بتروح القهاوي مخصوص علشان تسمعه. هو ده الشيخ اللي الملك عبد العزيز بنفسه كلم الملك فاروق علشان يرجعه الاذاعة. الشيخ محمد رفعت هو قصة وحكاية ورواية، زي ما دلوقتي بنروح للماتشات علشان نتفرج عليها في القهاوي عشان القنوات المتشفرة مش موجودة. الناس زمان كانت بتروح القهوة عشان تسمع الشيخ محمد رفعت في الراديو، لان ما كانش في راديوات زمان في البيوت، كانت الدنيا على قد شوية. الشيخ محمد رفعت ليه معانا ذكريات رهيبة. رمضان وروحانيات رمضان وقرآن رمضان وجمال رمضان، علشان كده مش بنحس برمضان وجوهر رمضان غير لما نسمع الشيخ محمد رفعت. ربنا يرحم الشيخ محمد رفعت ويرحم كل قراء مصر اللي توفوا، ويبارك في كل قراء مصر الموجودين. وفعلا القرآن نزل في السعودية واتقرأ في مصر.